ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد. احنا باذن الله النهارده هنبتدي نشتغل على الحصه دي، يعني على كتاب الدليل. هنحل على فصل تاني، اسئله التنسيق الهرموني. طبعا ده كتاب من الكتب اللي احنا بنحلها يعني. في جزء طبعا من الحل بينزل على يوتيوب. اعتقد الحصه دي ان شاء الله هتبقى واحده منهم. وفي جزء طبعا زي ما انتم حضراتكم معانا عارفين، في جزء بينزل على الابلكيشن بتاع. انا عايز بس ابقى في السنتر كده عندي. في جزء طبعا بينزل على الابلكيشن، فيعني كده كده اللي على اليوتيوب موجود على الابلكيشن، وده كتاب من الكتب اللي احنا بنحلها. عشان بس تبقى عارف انت بتعمل ايه او النظام معاك ايه. فخلينا كده نسمي الله في اول سؤال. وبيقول لحضرتك اي مالي لا يخضع. خلي بالك من كلمة لا، لان اخواتنا اللي بينسوا لا مع عدا بالله عليك نسيت قبل اي حاجة. لو انت داخل تحل الفيديو او تتفرج على الفيديو من غير ما تبقى انت حالل، بالله عليك روح حل الاول، تعالى اتفرج على الفيديو. بلاش ان انت حضرتك تبقى داخل تتفرج عليا وانا بحل. انا عايزك تجرب، اغلط ان شاء الله تحل الاسئله كلها غلط، وتعالى شوف انا بحل ازاي، او شوف الفكره نفسها عامله ازاي. طيب نكمل. بيقول لك اي مالي لا يخضع لاي من الجهازين العصبي او الغدد الصماء. عايز حاجه لا تخضع للعصبي ولا جهاز الغدد الصماء. اول اختيار بيقول لك زياده معدل نبض القلب عند مشاهده احداث مرعبه لفيلم. فده كده يتبع جهاز عصبي وجهاز غدد صماء، يعني يا ده يا ده. يعني ببساطة ده كده بيشتغل بهرمون المفروض يعني على حسب ما انت دارس الفصل او داخل بتتفرج لسه ما خدتش الادرينالين، فكده بيبقى هرمون اسمه الادرينالين. نمو العظام من الجسم في المراحل الاولى من عمر الانسان بفعل الجي اتش، فده كده يتبع جهاز الغدد الصماء، لان ببساطة الجي اتش دي طالع من حاجة اسمها الغدة النخامية. انخفاض معدل نبض القلب المرتفع بعد التعرض لايه؟ موقف طوارئ بفعل العصب الباراسمبثاوي. هو قال لحضرتك دايركت العصب الباراسمبثاوي، فده كده يتبع الجهاز العصبي. نبض القلب ذاتيا بشكل منتظم في الحالات العادية في العادي، فده كده مش متحكم فيه من الجهاز العصبي والجهاز العصبي أو الجهاز الغدد الصماء، لأن ده كان ناشئ من العقد الجيب أذينية في القلب. يعني هو أصلا نبض القلب ذاتيا بيحصل من جواه، أو كهربة القلب بتطلع من جواه. وده اللي بيبقى تفسيره إن لما القلب حتى يتشال بره الجسم بيفضل شغال حبة لحد ما يبتدي إن هو إيه يفصل خالص يعني، أو ما يشتغلش خالص. نفسي أبقى في النص مش عارف ليه. المهم، أي مال يحفز العضو س على إفراز عصارة الغدد. تعالى كده بص على الرسم. س ده هو مين؟ ده كده البنكرياس. واحد ده لو حضرتك تاخد بال حضرتك كده يعني كويس ومركز كده، ده شكل ايه؟ ده كده اعصاب مغذية للبنكرياس. دي اعصاب بتروح تغذي الايه؟ البنكرياس. اتنين دي عند حضرتك المعدة، وتلاتة دي الايه؟ الامعاء الدقيقة. جميل. فبالتالي كده ايه؟ انت خدت البيانات. بص على السؤال بيقول لك ايه اللي يحفز العضو س البنكرياس يعني على افراز عصارته الهضميه. احنا عارفين ان البنكرياس من تجربه ستارلينج عشان يفرز العصاره الهاضمه كان بيجي له تنبيه عصبي. التنبيه العصبي ده اللي بيكمله هرمونات عشان يفرز الايه؟ العصاره البنكرياسيه اللي احنا عارفينها بقى بيكربونات صوديوم ولايبيز واميليز وايه وتريبسينوجين. مش دي قصه؟ القصه كلها ان في بعد ما ستارلينج قطع التنبيه العصبي، اللي حصل ان الافراز ما اتمنعش. فبالتالي معنى كده ان العصب والهرمون الاثنين بيشتغلوا في حاجه اسمها كوردينيشن او تناغم، ان هم يطلعوا لك الافراز في احسن وقت وباحسن كميه. فتبص كده على الاختيارات بيقول لك بعض خلايا النسيج المبطن الاثنين وثلاثه. اثنين دي المعده. المعده ما اشتركتش في الموضوع اصلا، فالف مش معاها. تبص على بيقول لك التنبيه العصبي الواحد اولا، اللي هو العصب بيشتغل اولا، ثم النسيج المبطن للعضو ثلاثه اللي هو الامعاء. صح، لان انت عندك هرمونين بيطلعوا من الامعاء يروحوا ينبهوا البنكرياس. بس لو انت تتفرج في اول الفصل فده المواد اللي اكتشفها ستارلينج، لكن لو انت واخد الفصل كامل فهتبقى عارف ان الهرمونين دول واحد اسمه سكراتين واحد اسمه كوليسيستوكاين.
فبالتالي كده الإجابة اللي تنفع معانا هي ب. بس بص على الباقي، هل هو التنبيه العصبي فقط؟ لأ. هل هو النسيج؟ 3 لأ. فاللي يحفز العضو س على إفراز عصارته الهاضمة، اللي يدي الأمر بالتحفيز، طبعا في حالة زي دي نجمع ما بين التنبيه العصبي ثم النسيج المبطن للعضو 3. تمام. لأن حتى بعد قطعة يعني، بس خلي بالك في ناس هتطلع تقول لي مستر ما احنا ممكن نختار في الحالة ديت النسيج المبطن للعضو 3 فقط، لأن ده اللي حفز إفراز العصارة الهاضمة. تمام، أنا معاك. ولكن هنا في الإجابة ب هي توضح لك العملية بصورة أفضل، وتوضح لك بناء على تجربة ستارلينج إن التنبيه العصبي لما بيشتغل بينبه بدري، بعد كده اللي يجي يكمل الشغل هو الهرمون، فالاتنين وظيفتهم بتشتغل مع بعض. الكلام ده يعني مستوحى من نماذج استرشادية السنة اللي فاتت. طبعا كان في سؤال يعني بيتكلم عن أنواع التنبيه العصبي والهرموني والحاجات دي طبعا، واحنا يعني بنحاول نتبع طبعا الناس يعني اللي أعلى منا في المكانة العلمية. عندنا الأستاذ حسن محرم كان حللها على أو في كلامه يعني كان بيتكلم إن إحنا المفروض نحط التنبيه العصبي مع التنبيه الهرموني، وعلميا وبتجربة ستارلينج أنت المفروض حضرتك تحلها ب، عشان ما حدش يجي يقول لي مستر الإجابة د، حضرتك الإجابة د في حالة عدم وجود ب. إيه اللي يمكن استنتاجه عن تأثير الهرمون 2 والهرمون 1 على الترتيب؟ طيب بص يا عم، الهرمون 2 لما العملية أو لما بيزيد العملية الحيوية زي ما أنت شايف بتنتهي بإن هي إيه؟ بتقل، فده كده هرمون إيه؟ مثبط، يعني بيهدي العملية الحيوية. أما الهرمون 1 لو تاخد بال حضرتك لما بيزيد العملية الحيوية بيحصل فيها إيه؟ بتزيد متجهة لفوق، ففي حالة زي دي كده ده هرمون منشط أو محفز. فأنت كده عندك هرمونين عكس بعض. إيه اللي يمكن استنتاجه؟ إن هرمون 2 و1 على الترتيب، خلي بالك عشان ممكن تروح ناس تحلها محفز ومثبط ويختارها ألف ويغلط، خلي بالك من كلمة على الترتيب عشان دي بتوقع ناس كتير. يبقى مثبط ومحفز 2 بعد كده 1. اللي بعده بيقول لك أي العبارات تتوافق مع عمل إفرازات الغدد الصماء؟ جميع تأثيرات الهرمونات من النوع المحفز؟ طبعا لا. قال لك أغلب التأثيرات، أغلب تأثيرات الهرمونات من النوع المحفز، ما قاليش كل، مش كل الهرمونات. القليل من الهرمونات من النوع المحفز والكثير من النوع المثبط، لا لسه قايل لك فوق ان اغلبها محفز. معظم تاثيرات الهرمونات، بص دي جميله ازاي، معظم ما قالكش كل، معظم تاثيرات الهرمونات من النوع المحفز، يبقى ماشي معانا دي. ليس الهرمونات اي عمل تنظيمي، لا طبعا الهرمونات بتشتغل على تنظيم الاتزان الداخلي والنمو العاطفي والتفكير، وظائف الهرمونات عموما يعني. ايه الدور اللي قام بيه ستارلينج في اكتشاف الهرمونات؟ اكتشف ان المعده تفرز افرازاتها بتاثير هرموني؟ لا. استنتج وجود التنبيه العصبي فقط لإفراز العصارة البنكرياسية؟ لا، ده قال لك عصبي هرموني. أول من أشار لمفهوم الإفراز الداخلي للغشاء مبطن الأمعاء، فعلا هو أول واحد اكتشف الكلام ده. توصل إن البنكرياس يمكن يعيش الفرد بدونه؟ لا طبعا. يبقى الإجابة هنا الأوضح هي دي. بعد كده بيقول لك أي مال يعبر عن اكتشافات بويسن جونسون؟ بويسن جونسون عندي ده اللي اكتشف الإيه؟ الأوكسينات، أو اللي هي عبارة عن الهرمونات النباتية. كان ليها اسم كيميائي، افتكر معايا، كان اسمها الكيميائي اندول او نفسول حمض الخليج. فهل هو اكتشف التركيب الكيميائي للاكسينات والهرمونات الحيوانيه؟ ملوش علاقه بالحيوانات، فالف لا. اكتشف الآلة اللي تحفز بها الاكسينات جينات خليه؟ ما اتكلمش اصلا عن الجينات لان ده ما كانش عالم، يعني مجال دراسته هو الجينات. استطاع تفسير دور الأكسينات في انتحاء الساق نحو الضوء؟ لأن هو كان اشتغل عندي على تجارب الانتحاء الضوئي، فجيم تنفع. أول من إشهار الهرمونات اللي تفرز من الغدد اللقنوية؟ لأ. فالإجابة هنا الأصح هي جي. اللي بعده ثانية بس تتعادلوا كده عشان نعرفوا نركزوا. أيوه عشان كده إيه بالموضوع ناخده ونبدأ مع بعض كده. بيقول لك اللي بعده أي مما يعبر عن دور الأكسينات في انحناء البادرة التالية. البادرة اللي قدامك دي مقسومة نصين، نص فوق ونص تحت. النص اللي فوق ده اللي بيكون فيه القمة النامية،
ودي اسمها منطقة الاستجابة. المنطقة دي وظيفتها إن هي تستجيب للمؤثرات وبالتالي تفرز الأكسينات. يبقى منطقة الاستجابة هي اللي بتفرز الإيه؟ الأكسينات، لأنها بتستجيب للمؤثرات الخارجية. أما 2 دي هي عبارة عن منطقة الانحناء، ودي المنطقة اللي الأكسينات تأثر فيها عشان يحصل فيها انحناء أو انتحاء. بيقول لك بقى اللي يعبر عن دور الأكسينات في انحناء البادرة التالية: تفرز الأكسينات من المنطقة 2 وتؤثر على خلايا منطقة 1. طبعا لا، هي بتتفرز من 1 وتؤثر على 2. تتكون الأكسينات من أحماض أمينية. حضرتك الأكسينات تركيبها الكيميائي لسه قايله لك فوق: أندول حمض الخليك أو نفثول حمض الخليك، فده لا يتبع الأحماض الأمينية. تفرز الأكسينات من منطقة 1 وتؤثر على خلايا منطقة 2. فعلا هي تفرز من منطقة الاستجابة أو الانحناء. الاستجابة إيه؟ سوري يا جماعة، اسمها منطقة الاستقبال. غلط بس. يبقى دي بتستقبل المؤثرات، تمام، ومنطقة الانحناء اللي هي الاستجابة. فبالتالي هي تفرز من 1 وتؤثر على 2. فيموت 2 في حالة إزالة القمة النامية؟ لا، هو ما بيموتش، هو بيقف على الوضع اللي هو فيه. فيبقى الإجابة هنا جي. السؤال اللي بعده بيقول لك: افحص الشكل المقابل ووضح إحدى التجارب لتفسير الانتحاء الضوئي. إيه اللي يمكن استنتاجه من التجربة؟ بص يا سيدي، أنا جبت قمة نامية وهنا عمل عملية إيه؟ قطع للقمة النامية. قمت حاططها على قالب آجار، والآجار ده قلنا عبارة عن مادة، عشان لو أنت مش عارف إيه الآجار ده، جيلاتينية منفذة للأكسينات. يعني المادة دي بتنفذ الأكسينات، والأكسينات ممكن إن هي تستقر فيها. فابتدت الأكسينات تروح في الآجار. فإيه اللي حصل؟ ابتديت أنا خدت قطعة الآجار دي حطيتها على جانب معين، جانب، وخدتها في حتة على جنب كده. فبقى الجانب ده، شوف الجانب ده كده فيه أكسينات إيه؟ مرتفعة. والجانب ده ما بقاش فيه أكسينات مرتفعة. ليه؟ لأن أنا حاطط الآجار ناحية الجانب اللي هنا. فاللي حصل ايه؟ ان ده كده بقى نموه سريع، وده كده بقى نموه بطيء، لان الاكسينات واخدت جنب الناحيه التانية، فحصل نمو في الاتجاه ده. يعني النبات هينمو كده. فنستنتج ايه؟ القمه الناميه هي منطقه الاستجابه للمؤثرات؟ ممكن. ازاله القمه الناميه يسبب موت الاستجابه؟ لا. القمه الناميه مصدر افراز الاكسينات؟ اه. القمه الناميه ليست دائما مسؤوله عن افراز الاكسينات؟ طب يعني هي صح معاك، بس يعني احنا بنتكلم في اللي يمكن استنتاجه من التجربة. طب تستنتج بقى، شوف التجربة اللي، ما هو بص انت عندك كذا حاجة صح، انت عايز ايه اللي تعرف تطلعه من التجربة دي. هل القمة النامية هي منطقة استجابة المؤثرات؟ هل التجربة بتوضح لك ده؟ هل التجربة بتوضح لك ان القمة النامية تستقبل المؤثرات؟ لا. التجربة بتوريك ازاي الجيلاتين ممكن يخلف توزيع الاكسينات فيسبب الانحناء. فبالتالي ما اقدرش اختار الف. دي مش من تفسيرات التجربة، تختار تبعا للتجربة. هل إزالة القمة النامية يسبب موت الاستجابة؟ طبعا احنا قلنا دي مستبعدة خالص، ان الاستجابة ما بتموتش لما تشيل القمة النامية، النبات كان حي من غير قمة نامية. هل القمة النامية هي مصدر إفراز الأكسينات؟ لأن بص أنت حتى بعد ما كنت عايز مصدر للأكسين أنت جبته من القمة النامية، فأنا أحب أختار جيم. هل القمة النامية ليست دائما مسؤولة عن إفراز الأكسينات؟ لأنها يمكن أن تفرز من البراعم النباتية. ماشي، المعلومة صح، بس هل ده تبع الرسمة؟ لا. يبقى أنا أختار إيه هنا؟ ج. قام أحد الباحثين بقياس التغير في طول ساق نبات ينمو في ظروف مناسبة قبل وبعد إزالة القمة النامية ثم إعادتها مرة أخرى. إيه اللي يعبر عن نتائج التجربة؟ قبل الإزالة كان في نمو، بعد الإزالة النمو ما بيرجعش. يعني أنا لو عندي نبات بيكبر شلت القمة النامية، فمعنى كده إن النمو بتاعه هيقف، مش هيرجع يصغر تاني، لا هو النمو هيثبت. جميل. فبعد الإزالة النمو هيثبت، لما أجي أرجع أحط القمة النامية تاني النمو هيكمل معايا طبيعي جدا. تمام. فالحالة اللي توضح حاجة زي ديت زي ما قدام حضرتك كده هي ده. بص، قبل الإزالة كان في نمو، طيب بعد الإزالة النمو ثبت، طب
بعد الإعادة النمو رجع تاني. فده هي اللي توضح لي حاجة زي دي. أي ممالي ليس من خصائص الأكسنات، حاجة مش من خصائص الأكسنات، تفرز من خلايا الحياة في البراعم صح، تنظم نمو المجموع الخضري قبل نمو المجموع الجذري، خليها معانا وهنتكلم فيها كمان شوية. تتحكم في تفتح الأزهار ونضج الثمار، تمام. تميز الأنسجة النباتية وتنوعها زي الخشب واللحاء، فعلا لأن هو الخشب واللحاء دوت من أنواع الخلايا المتميزة، فبالتالي ممكن يأثر عليها الأكسينات. طيب إيه بقى تنظيم نمو المجموع الخضري قبل نمو المجموع الجذري عند إنبات الجذور؟ دي غلط. طب المعلومة ديت أنا قلتها فين يا مستر؟ أو أنت قلتها فين؟ قلتها لك في إيه؟ لما قلت لك إن الجذر أكثر حساسية للأكسينات من الساق، وده اللي كان يفسر إن اختلاف تركيزات الأكسينات بطرق كتير أو التركيزات المختلفة للأكسينات ممكن يظهر بسببها تنشيط وتثبيط سواء في الجذر أو في الساق والأوراق. فبالتالي خلي بالك إن مين الحساس أكتر، مين اللي بيحس الأكسينات ويشتغل الأول؟ الجذر. طب يعني اديت تركيز متوسط من الأكسينات كده هتلاقي الجذر بينمو قبل الساق. طب عليت التركيز تلاقي الساق تنمو والجذر الحساس للأكسينات لما الأكسينات تزيد هو يقف، وهو حساس لزيادة الأكسينات، هو لازم ليفل معين، فعشان كده ساعة نمو الساق الجذر يقف. طب التركيز العالي قوي من الأكسينات يوقف لك جذر ويوقف لك ساق. خلي بالك من النقطة زي دي عشان النقطة دي ملاحظة صغيرة أنا قلتها في حتة صغيرة بس جه عليها فكرة سؤال زي ما أنت شايف. تمام؟ طيب اللي بعده بيقول لك المخطط التالي يوضح تأثير التركيزات المختلفة للأكسينات على نمو الجذور والبراعم والسيقان. جذور، براعم، سيقان، 3 حاجات. إذا علمت إن توجد علاقة عكسية بين النمو الرأسي والنمو الجانبي، ودي نقطة اتكلمنا فيها أثناء الشرح، أي التركيزات يمكن استخدامه لإخضاع إيقاف نمو النبات الرأسي وتحفيز النمو الجانبي؟ أنت عايز نمو النبات الإيه؟ الجانبي هو اللي يشتغل، يعني عايز مين اللي تشتغل معاك؟ البراعم. البراعم هي النمو الجانبي، أما الساق دي النمو الرأسي. النمو الإيه؟ الرأسي. فأنت عايز أقل نمو رأسي وأعلى نمو للبراعم، فهتيجي عند البرعم كده وهتشد لي يا معلم خط تنزل لي لتحت، تلاقي نفسك عند إيه؟ عند 10 أس 9، عند 10 أس سالب 9. فهي ديت كده اللي تخلي لك فيه نمو للبرعم الجانبي وتثبيط للنمو الرأسي. ده تلاقيه عند تركيز 10 أس سالب 9. اللي بعده أي ممال يمثل كل من س وص على الترتيب. بص، قبل إزالة القمة النامية ده بيكبر، بعد إزالة القمة النامية في حاجة ثابتة وفي حاجة بتقل. طيب اللي ثابت هيبقى طول الساق. خلي بالك اللي ثابت طول الساق، طول الساق ثابت، بس كده معنى إن هي ثابتة فمعدل نموها كده إيه؟ بيقل. مفيش معدل للنمو. خلي بالك إيه كلمة معدل؟ معدل ديت اللي هي خدتها في الرياضة زمان باسم دلتا. لو جبت دلتا النمو هتساوي النمو الجديد ناقص النمو القديم. فالنمو الجديد دايما هيبقى بكام؟ بصفر، ما انت شلت القمة النامية. ركز في الحتة دي، النمو الجديد دايما هيبقى بصفر، فبالتالي دايما النمو هيبقى ناتج دلتا النمو هيطلع دايما نتيجته ايه؟ بالسالب. فمعنى كده النمو بيزيد، معدل النمو بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. معدل النمو بيقل بس النمو نفسه او طول الساق ثابت. تاني في فرق ما بين معدل النمو والنمو نفسه او طول الساق نفسه. لو الساق ثابته فهي ثابته بس دلتا النمو او معدل النمو بتاعها ايه؟ هيطلع دايما بالسالب، فهيبقى ايه؟ معدل النمو بيقل لان انت ثابت على مكان. طول ما انت ثابت فانت كده ما بتزيدش، فمعدلك في الزياده مفيش، بيقل. تمام. ففي حاله زي دي اختار ايه؟ ان كده اللي ثابت عندي س ده طول الساق، اما ص ده هيبقى ايه؟ معدل النمو او معدل نمو الساق.
فبالتالي اختارت ب. خلي بالك من كلمة معدل النمو، دلتا النمو دي اختراعي عادي يعني، انت بحاول اربطها لك من حاجات انت خدتها في الرياضة يعني، بس ده مش قانون عليك عشان ما حدش يقول لي ده قانون يا مستر انت بتخترع، لا، ما ده ما يعني مش في المادة عندنا. انا بوريك كلمة دلتا او معدل عبارة عن ايه، او انت درستها قبل كده فين. بعد كده بيقول لحضرتك اي من مالي لم يستعن، بص لم، خلي بالك من لم ولا وما عدا، للتعرف على وظائف الهرمون. استئصال الغدة، احنا قلنا احنا بندرس وظائف الغدة عن طريق الاستئصال أو التضخم. فملاحظة الأعراض عند التضخم والاستئصال معاك، دراسة كيفية تأثير الهرمونات على جينات الخلية، محدش يتكلم على الجينات، دراسة التركيب الكيميائي للهرمون فعلم الجينات ده خلاص انت كده بتتكلم ان انت بتدرس الدي ان ايه وازاي الهرمون بيشتغل بعد ما يوصل لمستقبل الخلية. كده انت خلاص دخلت بيولوجيا جزيئية، ده مش علم هرمونات، انت كده دخلت سكة بيولوجيا جزيئية. انت بتشوف المستقبل بيأثر على ايه في الخلية او اشاراته ايه في الخلية، ده مش قصتنا خالص. كيف تمكن العلماء من معرفة الكثير من وظائف الهرمونات والغدد؟ بدراسة تشريح الغدد ممكن. طب بدراسة تأثير خلاصة الغدد على الجسم ممكن. بدراسة مكان الغدد في الجسم ممكن. بدراسة حجم الغدد ممكن. فأنت أول وهلة هتمسك السؤال هتلاقي الأربع إجابات منطقيين. طب ارجع بقى اللي أنا لسه قايله من شوية في السؤال اللي فات، إزاي درسنا أثر أو وظيفة الهرمون بدراسة أثر تضخم الغدة أي زيادة الإفراز، وأثر استئصال الغدة أي قلة الإفراز. أنا كده بدرس الزيادة والنقص. تمام؟ خلي بالك أنا بشوف الهرمونات، هرمونات بتأثر إزاي على الجسم. هل كده درست تشريح؟ لا، يبقى أنا كده استبعدت التشريح. هل أنا درست مكان الغدة؟ لا برضه أنا ما درستش مكان. هل درست حجم الغدة؟ أنا درست حجمها في التضخم، بس أنا درست العكس في الاستئصال. يبقى أنا ما درستش الزيادة والنقص في الحجم، لا أنا درست استئصال، أشيل الغدة أصلا، الهرمون يتمنع في الجسم، وإن أنا الهرمون يحصل فيه تضخم. فما درستش الحجم بس، أنا درست تأثير خلاصة الغدد على الجسم، تأثير الهرمونات من حيث التركيز، والتركيز ده بقى يبان لك في التضخم. زعمت ان جسم الانسان يحتوي على 3 ازواج من الغدد اللعابيه تفرز لعابها في تجويف الفم. ايه اللي يمكن استنتاجه عن تصنيف الغدد دي؟ هي عباره عن غدد، احنا اتفقنا الغدد اللعابيه هي غدد ذات افراز خارجي. تيجي تقول لي خارجي يعني بره الجسم، لا اقول لك من حيث نوع الافراز عندك حاجتين، يا اما افراز داخلي يا اما افراز خارجي. الافراز الداخلي يعني داخل الدوره الدمويه، داخل الدوره الدمويه. اما الافراز الخارجي فهو خارج الدوره الدمويه. طب اللعاب ده بيخش في دمك ولا بره دمك؟ ده في تجويف الفم، فكده بره دمك، فبالتالي كده كنوع افراز هو افراز خارجي. طب مكانه داخل الجسم، اللعاب المفروض يخش جوه، ماليش دعوه بالناس اللي بتتف، انا ده فعل مش مصنف في الاحياء عندنا. تمام، فهي غدد ذات افراز خارجي داخل الجسم. قلنا كلمه نوع الافراز داخلي او خارجي على حسب هو داخل الدوره الدمويه ام خارج الدوره الدمويه. كمكان بره الجسم وجوه الجسم بقى، الداخلي والخارجي. إذا علمت إن أدمة جلد الإنسان تحتوي على عدد كبير من الغدد اللي بتستخلص العرق من الدم، إيه اللي يمكن استنتاجه عن تصنيف الغدد دي؟ بص يا سيدي، تستخلص العرق من الدم يعني إفرازها ده بيروح فين؟ بره الجسم. يعني العرق ده، الغدة العرقية دي بتفرز جوه الدم ولا بره الدم؟ ماليش دعوة إن هي بتجيب من الدم، ماليش دعوه بالمصدر، انا بقول الافراز اللي بيطلع منها، بيطلع في العرق ده يطلع في الدم ولا بره الدم؟ بره الدم، يبقى افراز ايه؟ خارجي. طب مكانه خارج الجسم، يبقى كنوع هو خارجي ومكانه خارج الجسم، يبقى هي غده قنويه تصب افرازها ايه؟ داخل او معلش خارج الايه؟ الجسم. افحص الشكل المقابل ثم أجب. ايه اللي يمكن استنتاجه عن تصنيف الغده اللي يعتبر الشكل ده جزءا منها؟ دي غده او خليه حويصليه مفرزه لانزيم هاضم في الاثنى عشر. مبدئيا انا قلت لك قبل كده ان الغدد الحويصليه اتنين، في منهجك عندك غدتين حويصليتين. ايه هما؟ اول حاجه الدرقيه، تاني حاجه البنكرياس، بس في فرق. البنكرياس غده حويصليه مشتركه، اما الدرقيه هي غده حويصليه صامته. طب انا عندي هنا غده فيها خلايا حويصليه تفرز انزيم هاضم في الاثنى عشر، يبقى ده كده البنكرياس. وهنا كده بيكلمك على إن هي غدة مختلطة، غدة مختلطة ذات إفراز داخلي وخارجي، فأختار إيه؟ إن هي غدة مختلطة الإفراز. طبعا إفرازها الداخلي الأنسولين والجلوكاجون، أما إفرازها الخارجي هو العصارة البنكرياسية. خلي بالك من كلمة داخلي وخارجي عشان بتلخبط جدا.
لو انت ما ذاكرتهاش كويس، او لو انت ما علمتهاش زي ما قلت لك كده بداخل الدوره الدمويه او خارج الدوره الدمويه. بيقول لك هنا ادرس الرسم التخطيطي في جسم الانسان. خليه داخليه الافراز، كلمه بص داخليه الافراز دي يعني تفرز فين؟ في الدورة او في داخل الدوره الدمويه، تفرز لك جوه الدوره الايه؟ الدمويه. ايه التركيب الكيميائي المحتمل المشار اليه بالرمز A؟ ايه ده هو عباره عن ايه اللي يتفرز في الدوره الدمويه؟ الهرمون. احماض نوويه؟ لا ده مش دي ان ايه وار ان ايه. قواعد نيتروجينيه وعناصر كيميائيه. الاحماض امينيه او استرويدات او بروتين معقد، ده كده خصائص البروتين. انزيمات نشيطه؟ لا. فبالتالي هيبقى في الحاله دي مين؟ جيم. تمام. تمام. اللي بعده بيقول لك افحص الشكل المقابل ABC، خلايا افرازيه. الحرف اللي عبر عن خلايا ايه؟ حويصليه ذات افراز خارجي، يعني خارج الدوره الدمويه. واللي خارج الدوره الدمويه ده معناه ان هو فين؟ في قناه. يبقى عايز الافراز القنوي داخل الجسم. ابص رسمه قدامي. ايه هنا الحاجات اللي تفرز في بص قال لك هنا بلازما الدم. يعني ببساطه الحته اللي هنا دي كده عباره عن افراز فين؟ في الدم. فانا استبعد دي. بص هنا بقى الخلايا بي دي تفرز فين؟ بص شويه حويصلات كده، بص حويصلات بتفرز فين؟ في قنوات. ففي حاله زي دي يبقى انا اروح اختار مين؟ بي. طيب A و C جنبهم وعاء دموي، فبالتالي A و C دول يا معلم يفرزوا لك في الدم. هو عايز جوه، افرز ايه؟ خارجي. فيبقى بي فقط. ليه بي فقط؟ لأنه يفرز في قناة. من غير ما أعرف إيه دوت أنا أقدر أحل. طب لو عايز أعرف إيه ده كده البنكرياس. طب عرفت منين هو البنكرياس؟ والله عرفت إن أنا ده كده عندي غدة حويصلية مشتركة. خلي بالك زي ما قلت لك اتنين حويصلات في منهج. واحدة حويصلية صماء درجتين، حويصلية مشتركة، يبقى انت كده بتتكلم على ايه؟ على بنكرياس. وانت عندك الغدة اللي قدامك في الرسمة دي مشتركة. أي الأجهزة التالية أجزاء متناثرة ولا ترتبط معا بصورة تشريحية. ده الجهاز الايه؟ الغدد الصماء أو جهاز الغدد اللا قنوية. ما هي اللا قنوية هي الصماء. عندك جهازين هتدرسهم في منهجك لا يرتبطوا بصورة تشريحية. جهاز الغدد الصماء، والجهاز التاني اللي إن شاء الله هتدرسه لي في الفصل الرابع الجهاز المناعي. ده برضو بيبقى متناثر الأجزاء. جزء إفرازي منفصل لا قنوي، يعني فين؟ في الدم. يوجد على أحد جانبي غدة لا قنوية أخرى. ده كده مين؟ ده كده الجهارات الدرقية، لأن هي عبارة عن إيه؟ 4 غدد منفصلة على جانبي الغدة الدرقية. جميل؟ جميل. طبعا احنا عارفين ان الجهارات الدرقية بتفرز عندي هرمون الباراثورمون اللي بيتأثر افرازه بنسبة الكالسيوم في الدم. طيب اللي بعده بيقول لك كم عدد الفصوص المنتجة إلى المفرزة في الغدة النخامية على الترتيب. مبدئيا كده انت النخامية عندك كم فص؟ 3 فصوص. ال3 فصوص دول متقسمين لإيه؟ أمامي وأوسط وخلفي. حلو؟ دول كده وعبارة عن الجزء الغدي، ودول كده عبارة عن الجزء العصبي. طيب كم واحد عندك منتج؟ منتج يعني بينتج هرمونات. 1 أمامي منتج، أوسط منتج، خلفي مش منتج، يبقى كام؟ 2. طب المفرز اللي هو بيصب الهرمونات في الدم 1 2 3، يبقى الإجابة إيه؟ 2 إلى 3. المفروض عارف أنت المعلومة دي، لأن الفص الخلفي لا ينتج الهرمونات. هرموناته بتتفرز فين؟ أو بتتصنع فين؟ بتنتج فين؟ في الخلايا العصبية المفرزة في تحت المهاد. لازم تبقى عارف نقطة زي دي. أي البدائل التالية يتحكم أي منها على حدة لوحده، يعني بشكل غير مباشر في إفراز الاسترويدات. إفراز الاسترويدات المتحكم فيه هيبقى FSH و
LH. طيب كل واحد فيهم على حدة بشكل ايه؟ غير مباشر. طب تيجي تقول لي يا مستر انا مش شايف FSH و LH، انا شايف FSH و TSH وما تنفعش، GH و VH مالناش دعوة بيهم. شايف LH و TSH ما تنفعش، فما قداميش غير ACTH و LH. صح. LH ده اللي يشتغل لك على ان هو ينبه مثلا تكوين الجسم الاصفر، فالجسم الاصفر يفرز البروجسترون او البروجسترون زي ما حضرتك عارف. الاي سي تي اتش ده ينبه لك قشره القذريه عشان تفرز الهرمونات الجنسيه اللي هي شبه الهرمونات الجنسيه الاساسيه. طب ال اتش في الذكر، تعال الذكر بقى، يعني احنا قلنا ال اتش في الانثى، تعال الذكر. في الذكر بيقول لك ال اتش يعمل على تكوين وتنبيه افراز الخلايا البينيه في الخصيه. الخلايا البينيه دي تفرز لك التستوستيرون والاندروستيرون، فاجابه ب معانا كده صح وتاكدنا منها. اللي بعده بيقول لحضرتك الرسم البياني المقابل يوضح معدل النمو الطبيعي في الأطفال من منطقتين إكس وواي. تمثل حروف س ص ع ل 4 أطفال، إيه اللي يعاني منها لام وس على الترتيب؟ بص يا سيدي، فين لام؟ لام أهو، شوف معدل النمو بتاعه إيه؟ كبير. طب س أهو صغير ومعدل النمو صغير، يبقى أنت عندك إيه كده؟ طفلين، واحد كده عنده عملاقة لام والتاني عنده إيه؟ قزامة. واحد هرمون النمو عنده عالي، واحد هرمون النمو عنده إيه؟ قليل. ادرس المخطط جيدا ثم اجب. ايه اللي يعبر عن هرمون س؟ بص يا سيدي، الفص الامامي للنخاميه، عندك هرمون س يؤثر على غده قنويه، يبقى ده برولاكتين. طب هتعرف منين؟ ما هو مفيش حاجه بتاثر على غده قنويه من الفص الامامي غير البرولاكتين او البرولاكتين، ان هو غدد الثدييه دي غدد قنويه. طيب بالنسبه لهرمون ص يؤثر على غده لا قنويه، والله انت عندك كده ممكن يبقى بيأثر لك على الدرقيه، وده هرمون التي اس اتش. طيب عندك هرمون عين يؤثر على غدة مشتركة، هنا والله أنا ممكن أقول لك مثلا إن ده كده ال FSH وبيأثر لك على الخصية أو المبيض. هرمون لم يؤثر على نسيج ضام، ممكن أقول لك والله إن ده GH بيأثر على نمو العظام، لأن العظام نسيج ضام هيكلي. وعايز بقى الهرمون س. إيه الهرمون س دوت؟ ده عبارة عن هرمون بيؤثر على غدة قنوية، يعني تفرز في قناة. تعالى نمسح كده الكلام ده. بيقول لك يظهر تأثيره في مرحلة الطفولة فقط؟ لا. يفرز في جميع الأوقات؟ والله برضو لا. إفرازه يعتمد على ظروف وشروط محددة؟ يزيد اسمه زيت البول؟ لا، ده بيكلمك على الفص الأمامي للنخامية مش الفص الخلفي عشان تتكلم عن ADH. فإفرازه يعتمد على ظروف وشروط محددة، لأن عامة إجابة يعني مجملة أوي، أي هرمون بيفرز تحت تأثير وظروف وشروط محددة. يعني أنت حتى لو أنت بقرة مش فاهم السؤال واخترت جيم صح. إيه اللي بقى يعبر عن هرمون لام؟ لام ده احنا قلنا ده GH عشان بيأثر في نسيج ضام، مثلا زي نسيج ضام هيكلي. ايه النسيج الضام الهيكلي اللي حضرتك تعرفه؟ العظام. طيب يؤدي نقصه للعملاقة؟ لا، ده زيادته للعملاقة. يؤدي نقصه للأكروميجالي؟ برضه ده زيادته. تؤدي زيادته للعقم؟ ملوش علاقة. يؤدي نقصه للقزامة في الصغر؟ لأن احنا استنتجنا إن ده هرمون مين؟ GH. اللي بعده يوضح الشكل المقابل المعدل أو علاقة ما بين معدل إنتاج البول واسموزية البول. ايه اللي يدل عليه الشكل المقابل عند النقطة ألف؟ بص النقطة ألف دي معدل إنتاج البول إيه؟ قليل، والإسموزية بتاعته إيه؟ عالية. يعني إحنا قلنا إن الملح مرتبط بالإيه؟ بالإسموزية. فإسموزية بول عالية، بينما معدل إنتاج البول بكمية قليلة، لأن بالنسبة للإنتاج هنا الإنتاج إيه؟ قليل، بس بالنسبة للإسموزية هنا الإسموزية إيه؟ عالية. فبالتالي في حالة زي دي اختار ب. أسئلة سهلة والله. بس انت لو ذاكر وبصيت على الرسومات كويس وابتديت انت تتعامل مع السؤال بطريقه هاديه هتلاقي الدنيا حلوه. عارف ان الهرمونات مضايقاك شويه، بس يعني انا على قد ما اقدر والله بحاول احل معاك، بس انت ما تضيعش الحل ده بان انت تخش تتفرج عليها كده. روح حل الاول، بعد كده تعالى. السؤال اللي بعده بيقول لك افحص الشكل المقابل يوضح العلاقه بين احد الهرمونات اكس وتاثيره على كل من اسموزيه البول ومعدل البول. ايه اللي نستنتجه عن اكس؟ هرمون بيزود اسموزيه البول ويقلل معدل البول، ده كده هرمون الاي دي اتش او انتي ديوريتك هرمون،
المفروض عارفين يعني ايه انتي ديوريتيك هرمون، او الهرمون بالعربي بقى المضاد لإدرار البول. ده كده يقلل لك كمية البول اللي طالعة. تيجي تبص هنا تلاقي جي اتش تقول لا، الدوستيرون لا، القابل للأوعية الدموية هتقول لا، المنبه للعضلات هتقول لا، بس هتوقف في ثانية. انا مش لاقي الاي دي اتش يا عبيط، ما انت نسيت ان الاي دي اتش ده ليه اسم تاني اسمه في اتش، اللي هو مين؟ القابض للأوعية الدموية. ما هو الفي اتش هو الاي دي اتش، نفس التركيب الكيميائي بس مسمى على حسب الوظيفة. في اتش لما يبقى اسمه فازو بريسن هرمون، أو الهرمون القابض للأوعية الدموية. طب لما يروح للكلية بيشتغل على إدرار البول، خلاص غير اسمه هيشتغل إن هو على إدرار البول. طب هو الهرمون مختلف؟ نفس الهرمون، نفس التركيب الكيميائي، بس هو ليه اسمين. اللي بعده بيقول لك أشكال البيانات تمثل بعض التغيرات اللي تحدث بالجسم، افحص ثم أجب. أي العلاقات غير صحيحة، عايز حاجة غلط. هل ال ADH لما يزيد يزود ضغط الدم؟ ممكن، وهقول لك ليه كمان شوية، بس بص معايا. هل ال ADH لما يزيد يزود لك تركيز البول؟ صح، لأنه بياخد المية من البول يوديها الدم، فالمية بتقل في البول، احنا قلنا التركيز مرتبط بالملح. هل لما ال ADH يزيد حجم البول يزيد؟ امبوسيبل، ده انا بقول لك بياخد المية من البول يوديها الدم، حجم البول هيزيد ازاي؟ هل لما ال ADH يزيد حجم الدم يقل؟ امبوسيبل. فانت كده بقى ايه معاك؟ اتنين غلط. الإجابة هنا اللي تنفع مين؟ A و B، دول غلط. طب مستر انت بالنسبة لممكن دي، ممكن ليه؟ ممكن لأن ببساطة ال ADH ده لسه قايل لك من شوية اسمه VH، فلما ال VH يشتغل هو اسمه القابض للأوعية الدموية، فيقلل قطر الأوعية الدموية، فالضغط يزيد من قانون اللي هو البي بيساوي الإف على الإيه، خدته في الفيزياء تانية ثانوي لو تفتكر. يعني ايه؟ سيبك من القانون، مالكش دعوه بالفيزياء، ان مساحه تتناسب عكسيا مع الضغط. يعني لما قطر الوعاء يقل فكده مساحته قلت، فكده ضغطه زاد، بس معدل السريان بيقل او كميه الدم اللي بتعدي بتقل. مش دي نقطتنا. المهم ان دوت ممكن ينفع لو هو اسمه في اتش، ما هو الاي دي اتش هو الفي اتش، خلينا واقعيين. فبالتالي معانا المخطط التالي يوضح التغير في حجم خصية أحد الأشخاص منذ الولادة حتى سن ال30. ادرسوا ثم أجب. أي الهرمونات ليه الدور الأكبر في زيادة حجم المناسل لدى الشخص ده؟ بص يا حضرتك، الهرمونات دي ابتدت أو الحجم ابتدى يزيد من أول 5 وابتدى يعدل عند الإيه 20. إيه الهرمون ليه الدور الأكبر في زيادة حجم المناسل؟ طيب أول إجابة عينك هتروح عليها، هتقول لي النمو. أقول لك لأ، آسف. بس هو بيكلمك هنا على الدور الأكبر في زيادة حجم المناسل، وهنا طلع نفسه ان هو يقول هرمون النمو ما ينفعش. هو هرمون النمو ينفع بس هو مش الدور الاكبر. طيب فهتقوم رايح لتاني حاجه، هتقول لي خلاص هو هرمون الذكوره ده رجل بالغ فبالتالي هختار تستوستيرون. هقول لك لا، وفي حد التستوستيرون بيزيد عنده منذ الولاده؟ مش طبيعي، مش منطقي ان التستوستيرون هو اللي يبقى شغال منذ ولادته. بس اللي منطقي ان يبقى فيه تاثير او شغل لهرمون ال LH، لان ال LH بالتبعيه هيشتغل ان هو يفرز لك مين؟ تستوستيرون، بس ال LH هيبقى شغال قبل التستوستيرون. تمام، لان ال LH بيشتغل على التكوين وافراز الخلايا البينيه اللي بتفرز بالتبعيه بعد ذلك الايه؟ التستوستيرون. اي بمالي لا يترتب على زياده افراز ال ADH، حاجه مش مترتبه على زياده افراز ال ADH. زياده حجم بلازما الدم هتزيد، الشعور بالعطش مستحيل، اسمه زيت البول هتحصل، ضغط الدم هيزيد، كل ده هيحصل. بس انت دلوقتي الهرمون ده وظيفته ان هو هيجيب لك ميه، هيرجع لك ميه الدم، فانت مش هتحس بالعطش. بس حجم البلازما يزيد لان انت جبت ميه، اللي اسمه زيت البول هتزيد لان ببساطه انت خدت ميه من البول فالملح زاد. طب وناقص اسمه زيت الدم؟ انت رجعت ميه للدم. طب زياده ضغط الدم؟ ما هو اسمه تاني ايه؟ قلنا في اتش. تمام، فتخلي بالك من النقطه زي دي. الرسم المقابل يوضح التغير في درجة حرارة أحد الأشخاص خلال فترة من الوقت. إيه اللي يسبب التغير الحادث بها زيادة إفراز ال ADH؟ ال ADH يزيد إمتى؟ لما جسمك ينقص مية.
طب لما جسمك ينقص ميه الكلام ده يحصل امتى؟ في الفترة B. طب بص مستوى الطبيعة، امتى درجة الحرارة زادت؟ عند B. هنا في زيادة، بعد كده في انخفاض في الحرارة. ال ADH بقى يحصل له زيادة امتى؟ في B ساعة زيادة الحر، وبعد كده عند الانخفاض تلاقي ال ADH ايه؟ تأثيره واضح. طيب لو انت رحت فكرت زي كده هتشوف السؤال ده ممكن ينفع بي وممكن ينفع سي. بص بقى الطالب هيفكر ازاي. تيجي تقول لي يا مستر انا اختار بي. ليه؟ لان بي دي الفترة اللي زودت ال ADH، فال ADH وصل لأعلى زيادة ليه هنا معاك، وبعد كده رجع درجة الحرارة نزلت فهنا ال ADH بيقل، وده اللي السؤال عايزه. فالمفروض كده الإجابة إيه؟ الفترة بي، لأن دي اللي سببت زيادة إفراز ال ADH. ولكن في ناس تانية هتروح تقول لك تأثير ال ADH ما ظهرليش إلا في الفترة سي، ممكن هو يبقى المؤثر على إن يبقى ضغط أو حرارة الجسم بتقل. طيب رقم واحد ده مش منحنى حرارة الجسم، ده منحنى حرارة الجو، ما ينفعش تختار الإجابة اللي أنت حضرتك عايزها دي. رقم اتنين الفترة سي هو أنا ما بيقولكش عايز الفترة اللي اشتغل فيها ال ADH على قد ما بيقولك الفترة اللي تسببت في زيادة ال ADH. ده حرارة الجو مش حرارة الجسم، عشان دول غلطتين ممكن أي طالب يغلطهم في السؤال ده، فتخلي بالك من نقطة زي دي، نوصل تريكي شوية. اللي بعده بيقول لك أي من مالي لا يعد، يعني غلط ها، من خصائص هرمونات الفص الخلفي للنخامة بيأثر على غدد قنوية زي الغدد الثديية. طب هرمون مين اللي أثر على الغدد الثديية ده مستر؟ الأكسيتوسين، ناسي ولا إيه؟ الحفاظ على نسبة المياه في الجسم زي ببساطة هرمون مين؟ ال ADH. طيب التأثير على بعض أعضاء الجهاز التناسلي الأنثوي زي مين؟ الأكسيتوسين برضه هو بيأثر على الجهاز التناسلي الأنثوي. طيب التحكم في معدل إنتاج اللبن؟ لأ، ده كده إنتاج اللبن دوت تبع لمين؟ البرولاكتين أو البرولاكتين، والبرولاكتين أو البرولاكتين ده كده تبع مين يا معلم؟ البرولاكتين أو البرولاكتين ده تبع الفص الأمامي وليس الخلفي. اللي بعده رسم التخطيط المقابل لإحدى الغدد في الجسم، ادرسوا ثم أجب اللي يصف 1 و2 على الترتيب. بص يا سيدي، خلايا عصبية مفرزة، يعني احنا بنتكلم على الفص الخلفي. يعني عندك كم هرمون؟ هرمونين، واحد اسمه ADH وواحد اسمه أوكسيتوسين. واحد بيأثر لك على سائل فيه يوريا يبقى ده كده ADH، إن هو اللي بيأثر على الكلية من حيث المية. أما السائل اللي فيه لاكتوز تيجي تقول إيه لاكتوز ده؟ أقول لك لاكتوز ده سكر اللبن السكر بتاعه اسمه لاكتوز. طب البروتين بتاعه اسمه إيه؟ كازين. تمام، فخلي بالك من المعلومتين دول، المعلومتين كنت خدتهم في أولى ثانوي. ده كده الأكسيتوسين، حلو إن هو بيأثر على إنتاج اللبن. اللي يصف واحد ده ببساطة هو عبارة عن الهرمون المضاد لإضرار البول، واتنين ده هو عبارة عن الأكسيتوسين، لأن هو الاتنين طالعين من الفص الخلفي، فما ينفعش إن أنا أختار برولاكتين، وطبعا ده تبعا للرسمة يعني. مواجه الشبه من الهرمون المنبه لعضلات الرحم والبرولاكتين. الهرمون المنبه لعضلات الرحم اللي هو الأكسيتوسين، والبرولاكتين اللي هو الهرمون المنتج للبن. المثير لا، واحد عصبي واحد يعني، أو واحد من الفص الأول واحد من الفص الخلفي. نوع الخلايا المفرزة لا، الأهمية لا، كل واحد ليه وظيفة. أما العضو المستهدف في الحالتين واحد اللي هو مين؟ الغدد الثديية. ولو إن الحتة دي أنا ما أحبهاش، لأن ببساطة إحنا زي ما شرحنا إن الأكسيتوسين بيأثر على العضلات الملساء المحيطة بالحوصلة اللبنية، أما البرولاكتين بيأثر على الخلايا المنتجة للبن. ولكن كله عموما تحت أو يشمل أو مندرج تحت الغدد الثديية، فالإجابة ج تنفع يعني لو فكرنا من المنطلق ده. زعلت إن هرمون واي
تؤدي زيادة إفرازه لزيادة الوقت اللازم لامتلاء المثانة بالبول. يعني إيه زيادة الوقت اللازم لامتلاء المثانة بالبول؟ ترجم يعني المثانة بتتملى متأخر، يعني في قلة في إنتاج أو كمية البول، يعني كده البول كميته اللي بتنتج إيه؟ قليلة. إيه اللي يصف الهرمون إكس بقى؟ خلي بالك بيقول لك الهرمون واي يؤدي زيادة إفرازه، يعني واي ده الاي دي اتش. وبيقول لك ايه اللي يوصف هرمون اكس؟ ايه اللي بيحصل للمفصل الخلفي؟ يا اما يطلع اوكسيتوسين يا اما اي دي اتش. قال لك الاي دي اتش اللي تحت يبقى فوق الاوكسيتوسين. يفرز بشكل منتظم في الذكور والاناث؟ لا. ذات طبيعه استرويديه؟ لا، ده مش هرمون جنسي. يزداد افرازه في مراحل عمريه محدده في حياه الانثى؟ اللي هو امتى؟ مراحل الولاده. يتحكم في معدل الايض الاساسي؟ لا. فبالتالي الاجابه هنا اللي تنفع مين؟ هي ج. خلي بالك هو سال او اداك هنت على واي وسال على اكس عشان اخواتنا اللي هيتحدفوا ويروحوا يجاوبوا لي بقصه تانية. السؤال اللي بعده: ادرس الشكل التخطيطي اللي واضح نشاط احدى الغدد الصماء. ايه اللي يميز خلايا س؟ خلايا س ديت خلايا تفرز هرمون يؤثر على النفرونات. النفرونات دي قلنا هي الوحده البنائيه للكليه وشرحناها في الحصه، قلنا محفظه بومان وثانيه هانل والملتفه البعيده والملتفه القريبه. واللي يأثر على الغدد الثدييه هو مين؟ اوكسيتوسين. ايه اللي يميز الخلايا س بقى؟ عصبيه منتجه فقط، منتجه ومفرزه. غدية تفرز في الدم مباشرة، ولا غدية تفرز في قنوات خاصة، ولا عصبية منتجة ومخزنة؟ فطبعا دي خلايا عصبية منتجة ومخزنة، لأن هي بتنتج في جسم الخلية وبتخزن في النهايات العصبية في نفس الخلية المنتجة. إيه اللي لا يمكن استنتاجه عن الإفرازات التي تمر في الوريد إكس؟ وريد إكس ده يعني خارج من النخامية. تصل إلى النهاية العصبية في الفص الخلفي عبر العنق العصبية، صح. جميعها استرويدات. استرويدات دي الهرمونات الجنسية، تفرز في الدم في أوقات معينة على حسب المثير، تخزن في النهاية الخلايا العصبية. فجماعة استرويدات هي اللي مين؟ اللي غلط. هرمونات الفص الخلفي ليست هرمونات استرويدية. أي من مالي قد يصاحب الحالة المرضية اللي أمامك؟ دي كده حالة أكروميجالي. يقول لك يصاحب بقى ده إيه؟ زيادة معدل بناء البروتين، زيادة الأحماض الأمينية في الدم، لا. السؤال ده بقى يعني الحتة دي برضو إيه، الناس كلها بتغلط فيها أو بيتشتت فيها. دلوقتي أنت معاك جدار ومعاك طوب بتبني بيه الجدار. كل ما تبني الجدار الطوب بتاعك هيقل لأن أنت بتستخدم الطوب في بناء الجدار. فالأحماض الأمينية دي هي المونيمر بتاع البروتين، فأنا كل ما بستخدم المونيمر في إن أنا أبني بروتين فمعنى كده إن المونيمر بيقل. فكل ما تبني بروتين فمعنى كده أنت بتستهلك الأحماض الأمينية في بناء البروتين فعددها بيقل، إن هي بص تقل. زيادة طول العظام؟ لا. تقل كثافة العظام؟ لا. هو المفروض هنا زيادة سمك العظم هو اللي بيزيد لأن ده أكروميجالي مش عملاقة. تقل كثافة العظام؟ لا، ده في زيادة كثافة، وزيادة السمك والكثافة مع بعض. تمام. فبالتالي في حالة زي دي هيبقى الإيه اللي يصاحب الحالة دي؟ هو زيادة معدل بناء الإيه البروتين. إيه اللي يميز الهرمون س عن ص؟ خلايا عصبية بتفرز هرمون س بيأثر على الغدد الثديية، وفي عندك هرمون ص، هرمون عين قصدي معلش، بيأثر على المبيض فيخلي يفرز هرمون لام يأثر على الغدد الثديية، وفي هرمون صاد بيروح يأثر على الغدد الثديية. فأنت كده عندك قصة. عايز بقى يميز الهرمون س عن صاد. دي كده الخلايا العصبية، والهرمون س اللي بيأثر على الغدد الثديية هو الأكسيتوسين. طيب هرمون صاد ده بيطلع من الجزء الغدي بقى كده خلاص، ما هو الجزء العصبي هو اللي فوق، فده الجزء الغدي. فصاد ده مين؟ برولاكتين. طب مين عين؟ ده اف اس اتش، عشان ده بيروح يأثر على المبيض، يخلي المبيض يعمل نمو لحويصل الجراف، فتفرز أثناء نموها هرمون مين؟ أنت المفروض عارف، استروجين. فهرمون الاستروجين يأثر على نمو الغدد الإيه؟ الثديية. عايز بقى اللي يميز س عن ص. الوحدة البنائية لا طبعا. الإفراز قبل البلوغ لا. يحفز اندفاع اللبن أثناء الرضاعة ده خلي بالك أكسيتوسين لتأثير مشجع أو اندفاع اللبن، لكن البرولاكتين تكوين اللبن.
فاللي يميز س الاوكسيتوسين عن البرولاكتين هو ايه؟ الاندفاع وليس التكوين. طبعا تاثير الغدد القنويه لا، ان الاثنين بيأثروا على الغدد الثدييه. اللي بعده، ما وجه الشبه بين عين ولم؟ عين ولم. عين الوحده البنائيه لا، ده واحد بروتيني واحد استرويدي. الافراز من انسجه دائمه ما ينفعش طبعا، لان ببساطه عين طالع لك من نسيج دائم، اما لام طالع لك من نسيج مؤقت اللي هو حويصله جراف. حويصله جراف في المبيض عشان نكون واضحين. الافراز من نسيج مؤقت ما تنفعش، فالافراز عند سن معين اللي هو سن الايه؟ البلوغ. اللي بعده، الجدول التالي يوضح استجابة 4 غدد صماء لهرمونات النخامية اللي تمثل أجزاء 1 2 3 4 على الترتيب. 1 يستجيب، أنا بص يعني اللي يميزني هنا إن أنا 2 و4. عايز رقم 2 ورقم 4 يبقوا ما بيستجيبوش. رقم 2 ورقم 4 يكونوا ما بيستجيبوش. بنكرياس يستجيب؟ لأ. نخاع الكظرية يستجيب؟ لأ. البنكرياس يستجيب؟ لأ. قشرة الكظرية تستجيب؟ الخصية تستجيب؟ قشرة الكظرية قشرة الدرقية تستجيب؟ الخصية فالإجابة اللي تنفع هنا الاتنين ما يستجيبوش هي مين؟ ألف. أنت كده حددت الأجزاء التي لا تستجيب للغدة النخامية. خلي بالك أنت عندك هنا اللي تستجيب الدرقية هتنفع TSH، قشرة الكظرية تنفع بالACTH، فده يأكد لك كمان إجابتك. ايه المسار اللي قطعه الاكسيتوسين منذ انتاجه لوصوله للخلايا المستهدفه؟ بيبقى في تحت المحل، بعد كده بيروح للقمع العصبيه، بعد كده يروح للفص الخلفي، بعد كده يروح لتيار الدم الوريدي، لان الشرياني بيبقى داخل ما فيهوش الهرمون بيحمله ويطلع في الوريدي. ايه اللي يترتب على نقص افراز هرمون النمو؟ احنا فاضل لنا قد ايه؟ فاضل لنا السؤال دوت ويبقى كده انا خلصت اسئله الغده النخاميه. بيقول لحضرتك ايه اللي يترتب على نقص افراز هرمون النمو في احد البالغين؟ مش هيحصل اي حاجه، يعني ألف أهو لا يحدث شيء للنمو، هو بس أيض البروتين اللي بيقل عن الطبيعي، بس هو مش هيرجع يظهر تاني يعني. إيه اللي يعبر عن حالة الأكروميجالي والتقزم؟ أكروميجالي الطول ما يتأثرش، تجديد نمو يزيد، يبقى دي جيم دي إيه؟ أكروميجالي. طيب التقزم دال، لأنه بيقل عن الطبيعي كله، فبالتالي هيبقى إيه؟ جيم وإيه؟ ودال. كده يبقى أنا وصلت معاك إن أنا حليت مع حضرتك مقدمة الهرمونات في النبات، الغدة النخامية فص أمامي وفص خلفي. الحصص اللي جايه ان شاء الله طبعا احنا يعني هنكمل حل في كتاب الدليل زي ما قلت لحضرتك، في جزء هينزل على اليوتيوب وفي جزء على الابلكيشن بتاعنا. كمان في يعني حوالي 5 كتب تانيين احنا 6 كتب تانيين احنا بنحلهم، فيعني برضو احنا هننزل حصص حل بالتزامن مع اللي انا بحله في السنتر نفسه. جميل. فيعني بعد اذن حضراتكم الحصص الزياده اللي بتنزل دي يا ريت نهتم بيها عشان هي مهمه، انا مش بعملها على الفاضي، مهم ان حضرتك تبقى بتحل بعد كده تخش الحصه اللي جايه ان شاء الله. يعني على حسب بقى ترتيب الحصص اللي هتنزل. طبعا كده كده كتاب الدليل احنا هنكمل حل فيه، وبقيه الكتب هينزل لها حصص الحل. فبعد اذن حضراتكم يا ريت نتابع حضور حصص الحل عشان مهم جدا 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 عشان تستفيد وتبقى كويس في الجزئيه دي. اشوفكم باذن الله الحصص الجايه، وكان كل حصه بالشفا.